السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوات في جميع لي جروب، في جميع لي جروب. شوف أنا مشيت للرباط باش نشوف هاد واحد ليفينمون، يعني شي حاجة دايرينها على السيرة النبوية وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني شي حاجة باش غنقول لكم، شي حاجه راه ما كتصورش ما نقدرش نوصف لكم. انا بغيتكم تجيو وتشوفوا بعينيكم، بغيتكم تجيو وتشوفوا بعينيكم، تعيشوا واحد اللحظه. يعني شي حاجه ما خلوناش نصوروا باش تجيو نتوما وتشوفوا. يعني كندخلوا من هذا الباب وحنا كنعيشوا اللحظات مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عشنا في البيت ديالو، عشنا في السيره النبويه ديالو، عشنا كأننا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بغيتكم تجيو، ما بغيتش أنا نحرق لكم أسميتها الوراق كيتقطعوا فابور. انا ماشي هادشي اللي كنوريكم هو اللي كاين، ولكن شي حاجه ديال الابعاد الثلاثيه. شفنا مكه، شفنا الديور كيفاش كانوا، شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان كيعيش، شفنا المنبر الشريف، شفنا الحجره النبويه، شفنا ملي مات كيفاش دفنوه، كيفاش دوك مع سيدنا ابو بكر، مع سيدنا عمر بن الخطاب، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيفاش الحجره ديالو كانت، كيفاش امنا عائشه. يعني اش غنقول لكم الاخوات، يعني هذه فرصه راه كاين لمده سنه، وهذا الشيء مفتوح في الرباط في ليسيسكو، في المعهد الثقافي هذا كاين في الرباط. غادي يبقى لمده سنه من 10 الصباح حتى 5 العشيه. بغيتكم تجيو تحضروا، وكاينين مؤطرين اللي كيشرحوا، وكاين شي حاجه تاع الابعاد الثلاثيه. كتدخل واحد المفاجاه الكبيره هي القاعه ملي دخلنا ليها، وفيها كأننا كنعيشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. انا دابا كنوريكم غير هاد البلاصه اللي خلونا نصوروا فيها، ما خلوناش نصوروا كل شيء، ولكن غير تجيو تعيشوا اللحظه. المهم انا كناخذ لكم مقتطفات وصافي، ولكن جيو تشوفوا. مفتوحه وفابور، ولكن شي حاجه روعه. ربما هي كاينه في المدينه المنوره، وجابوا عندنا هادشي جابوا عندنا المغرب. يعني راه جيبوا وليداتكم، قولوها لعائلاتكم، جيو تعيشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما نقدرش نوصف لكم، شي حاجه. والمفاجاه هي في الاخر ملي كيدخلوك لديك القاعه اللي كتعيشي في الغرفه ديال